الوالة. لا يا اخويا مش هفك الوالة. يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ الله 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 الله، ما ترجنيش انا على الاخر. ابراهيم محمود ابو جبل. انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. المدرس من المهن اللي مش بيكون فيه شك في قيمتها المجتمعية. يعني المدرس شيء ضروري لنهضة البلد، لأن من غير تعليم النضج الفكري للبني آدم هيتأخر كتير. التعليم شيء أساسي في بناء الوطن. التعليم هو اللي يقدر ينشئ الوطن من الضياع. ده مش كلام وشعارات على الفاضي، لأ فعلا التعليم قيمة لا يمكن اجتزائها. احنا مش هنختلف عن التعليم، احنا هنختلف عن المعلم، أو مش هنختلف، أو يمكن نختلف. اختلاف سر من أسرار الحياة. نماذج المعلمين كتير قوي، في منهم الهادي اللي بيعرف يتواصل بدون انفعالات. وعلى فكرة النموذج ده مش لازم يكون بيعرف يعلم الطالب، وفي المعلم الفاشل اللي ما بيعرفش يشرح كلمتين على بعض، وده ممكن يكون هادي أو عصبي. وفي النموذج المحبب لجميع أولياء الأمور بلا استثناء، وهو أكتر نموذج مشهور بيتقال عليه أكتر واحد بيعرف يشرح، المعلم اللي بيضرب الطلبة عشان مصلحتهم. ده اللي هنتكلم عليه، وقد ايه هو أكتر فكرة ساهمت في ضياع كتير من قيمة التعليم. لأن ببساطة هو واجهة الطالب على المدرسة، يا هيحببه في التعليم ويخليه يتعلم، يا هيكرهه في الحياة ويتعلم غصب. وده النموذج اللي هنتكلم عنه النهاردة، وازاي فيلم رمضان حول نموذج أحمق زي المدرس ده لمعجزة محتاجينها عشان ينقذوا التعليم في مصر. دي معجزة يا معالي الوزير. أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة. تعالوا نشوف الفيلم عمل الموضوع ده ازاي. بس في الأول أنا عبد الرحمن، ودي بحب السيما. دي بقى السحر يا بيه. المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلق دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. بس ما هتروح النار، لا انت وكل اللي بيحبوا السينما ويروحوها. يعني رحت جهنم، شوف كل الممثلين المشهورين هناك. طبعا بحب السيما قوي وموت. نبدأ بالأوبننج. الفيلم بادئ على حاجة غريبة في نطاق التعليم، بس في مصر ده عادي. الفيلم بيتكلم على التعليم فطبيعي يبدأ بالمدارس والطلاب وكده. لا، المخرج أخر ظهور المدارس، بدأ بحاجة تاني. بدأ بمين؟ بدأ بفكرة إن المدارس قربت، وده بيكون شكل الأسر في مصر لما المدارس تقرب. والفيلم بدأ بمعاناة أولياء الأمور مع أولادهم من الفلوس اللي بيصرفوها علشان يجهزوهم للمدارس، لأن دي حاجة كبيرة وعايزين ولادهم يدخلوا المدارس اللي بعدها هيبقوا حاجة كبيرة هم يفتخروا بيهم. كل ده رسم لشكل المدارس في مصر، لأنها ما بتبدأش في أواخر 9 أو أول 10، هي بتبدأ من قبل كده بكتير. والجزء اللي أظهره الفيلم ده كان جزء بسيط جدا عن اللي بيحصل في الواقع، لأنها فعلا بتكون فترة صعبة، فترة التحضير للمدارس في حياة أولياء الأمور، مش الطلبة. أولياء الأمور اللي يمكن حياة أولادهم الدراسية بتكون صعبة عليهم هم كمان زي أولادهم. مصر من الدول اللي التعليم فيها مجاني، بس التعليم المجاني مش مجاني أوي، لأن الطلبة بتاخد دروس وبتجيب كتب خارجية بأسعار حاليا فلكية، غير مصاريف كتب المدرسة اللي محدش عارف شكل الصفحة فيها، غير طبعا فلوس الدروس الخصوصية اللي الطلبة بتاخدها لأنها متفهمش حاجة في المدرسة. الطلبة اللي هنا المدرسة بالنسبة لهم فسحة، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصية. كل الحاجات دي خلت التعليم المجاني اسما بس، لأننا مش بندفع فلوس في المدرسة بس بندفع فلوس في التعليم، لأننا مش هنتعلم من غير الملخصات والمذكرات. أنا لسه مخلصتش الأوبننج، في إيه مالك؟ الجزء التاني من الأوبننج، دخول الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمود. في الطابور الطلاب عاملين دوشة، طبيعي شباب وعندهم طاقة وأول يوم دراسة، والناظر والمدرسين بيقولوا للطلبة عندهم إن هم يسكتوا، الطلبة ما بتستجبش، كنوع يعني إن الطلبة مش بييجوا بالشكل المحترم الهادي. فجأة ظهر المخلص السوبر هيرو رمضان اللي جاي على العجلة، اللي هيقدر يحكم الطلاب، الناس اللي ما تستحقش المعاملة الآدمية لأنهم محتاجين واحد يشكمهم ويحكمهم. وهنا كانت روعة رسمة طريقة دخول رمضان. الناس بتجري من حواليه، الطلبة كلهم سكتوا، الناظر بيقدمه زي نجوم السيما، حاجة كده تفكرنا بعتريس شيء من الخوف. والآن مع كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي. المهم إن رمضان أول ما بيدخل الطلبة بتسكت، وده عشان إيه؟
عشان هو معلم شديد وقادر يحكم الطلبة. ده عارف عنهم مين راح شرب سجاير في الحمام، ومين راح صيف، ومين راح السينما، ومين راح لبس ايه. وقعدوا كلوا فاهمين ان انا ما عرفتش عملت ايه في الصيف. راحوا دمنهور ودخلوا السيمه وشربوا سجاير في الكابينيه، واللي راح بلطيم ولبس مايوه بفتة ووقف على البحر يتبلطم. طريقة تقديم رمضان الكاريكاتيرية دي اتختمت بالمشهد ده، مشهد الحاجات اللي بيخرجها من شنطته. يعني المفروض مدرس بيطلع كشكول، كتاب تحضير، كراسة، كتاب، أي حاجة. لا، ده اتفضل كرباج، خرزانة، سلبة. ايه ده، هو حضرتك جاي تعلم مين؟ المشكلة في رمضان مش كلام الفيلم عنه بس، لا ده كمان كلام الناس اللي عملته. يعني محمد هنيدي لما اتسأل عن رمضان قال الكلام ده جدا. انا بحب لذيذ جدا. رمضان مبروك قوي قوي قوي. الراجل صاحب المبادئ اللي كذا اللي كذا، شخصيه جميله جدا. حضرتك ده واحد في أول حصة ما كملش دقيقتين وخلى الطلبة تضرب بعضها. المخرج حاسس إنه ما ضايقكش كفاية بمشهد ضرب التلاميذ لبعضهم؟ لا، ده خلاهم لك ضربوا نفسهم، إهانة ما بعدها إهانة. إزاي ده يبقى نموذج كويس؟ يعني المدرسة اللي ما فيهاش معلم زي رمضان هتكون مدرسة سايبة، والطلبة مش هتحب تقعد فيها، مدرستهم هتبقى بالنسبة لهم فسحة زي مدرسة أبناء الوزراء. الولاد في حالة مش طبيعية وأنا خايف الموضوع يتطور. مش هنقدر نحكمها، هنقفلها احسن. كده مفيش أي انضباط. ليه؟ لأن مفيش معلم قلب على الطلبة ومعاه سلاح أبيض وكده. ما هو لو ما عملش كده العيال هتتجوز بعض عرفي. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسة، الأطفال عمرهم ما عداش 16 سنة. يعني أنت عمال تحط لي كل الحاجات دي، من ضرب من المدرس للطلبة لقلة احترام لإهانة، ده راح لحد في العزا عشان يضربه هو وأبوه. وعايز نتخيل الشخص ده كويس بمجرد إنه بيحاول يعلم أهل بلده الكبار على أساس إنه بيقلل نسبة الأمنية. ما هو أصلا سبب الأمية. تخيل عدد الطلبة اللي كرهوا التعليم بسبب من النوع دويت من المدرسين. هو وصل معاه كمية الشطح في تحسين صورة المعلم اللي بيضرب ده، وزي ما قلت لك خلاه معجزة أو مخلص نظام التعليم في المشهد بتاع ضرب ابن الوزير. المشهد اللي كرره لك مرتين، يعني أول مرة ما كانش عارف معلق طالب وبيجلد فيه ولا المعتقلين. عظيم بيمين ابدا اللي هيتكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. عارف إن ابن الوزير خاف، ده منطقي، ما هو مش من عامة الشاب عشان نضرب فيه براحتنا. ده ابن وزير، ده ممكن يعملها له جناية. لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. جمالها بردت كده ليه؟ يا ريتها تيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. المشكلة كانت في المشهد التاني اللي حصل في مكتب الوزير. يعني وزارة التعليم منعت الضرب في المدارس حقيقي. فتخيل كده صديقي ابن الوزير بيتضرب قدامه وهو مبسوط. ومين بقى اللي قال لك إن أنا زعلان منه؟ بالعكس، ده أنا سعيد وفخور بيك جدا. ايه يا حاج يوسف يا معاطي؟ استنى بس هضرب الوزير كمان. انت متخيل فكرة رمزية رمضان قد ايه هو اهم ما في التعليم؟ هو اللي هيقدر يخرج اجيال، هو المعجزة اللي محتاجينها مدرسة ابناء الوزراء عشان تبقى حازمة. بس هو اصلا رمضان عنده اسلوب تعليمي، يعني عمالين نقول هو بيضرب، بس هو عنده اسلوب تعليمي. يعني هو عنده طريقة شرح، عنده اسلوب مميز. هو طول الفيلم نازل في ضرب في الطلبة واي حد يجي قدامه. وهنا فعلا تفهم ليه شنطته فاضية، لانه ما عندوش اللي يقدمه من تعليم. هو شخص قال انه وهب نفسه للتعليم، بس الكلام ده عكس حقيقته تماما. عارفه التعليم بالنسبه لي ايه؟ اول يوم في الدراسه ده هو كاني عريس رايح ليله دخلتي فورا. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم. التعليم اسمى رساله في الدنيا. لان هو اصلا طول الفيلم ما علمش حد، هو بيضرب بس. تعالى لي بقى على المشهد الاشهر، مشهد رمضان وهو بيعمل حمام على نفسه. طيب المشهد ده محطوط عشان رمضان يصعب علينا؟ يعني رمضان بيتحبس في بيت وزير التربيه والتعليم وبيخليه. لا استنى، هو ليه رايح بيت وزير التربيه والتعليم اصلا؟ نرجع بقى لبداية المشهد. ورمضان ظروف المادية باظت فاضطر يدي دروس خصوصية. انت واخد بالك ان الفيلم بعد ما كان مخلي رمضان سوبر هيرو ومش بيتنازل وهو اللي بيعلم ورافض النظر بتاعه علشان بينجح الطلبة بالبيض وبيتريق على بتوع الدروس الخصوصية، هو حاليا بيدي دروس خصوصية لابن وزير التربية والتعليم. وحط كل الخطوط تحت كلمة ابن وزير التربية والتعليم. يعني ايه تخلي وزير بينساق ورا حاجة الدولة رفضها؟ رفضها ايه اللي الدولة رفضها؟ الدولة متقبلة كل النظام ده. يعني ليه ابن وزير التربية والتعليم يكون بيتعلم في مدرسة خاصة أصلا؟ يعني احنا عدينا ليفل عالي. لحظة عشان تعرف احنا في انهي ليفل بالظبط. بص على الراجل الطيب اللي فوق السبورة، أبو علاء، وحشني. يعني هو بيقول لك إن كل ده بيتعامل تحت إشراف الكبير الرئيس، موافق على كل ده. هو اللي خلاه يبقى في مدارس خاصة والتعليم الحكومي يتهان، هو اللي موافق على الدروس الخصوصية، وهو اللي موافق على الأستاذ اللي بيضرب ويهين الطلبة. فمشهد رمضان والحمام على نفسه يمكن أكتر حاجة بالنسبة ليا منصفة. ليه؟ بما إن كل شكل النظام ده اتحط لنا في رمضان، من بلطجة مع جهل مع عنطزة،
مع واسطة معكوسة، يبقى رمضان كان لازم يستحق العقاب اللي خده. المشهد المؤلم اللي الفيلم صنعه في آلاف الطلبة عاشوه، والمدرسين رافضين يسمحوا لهم يخرجوا من الفصل عشان حاجة مش المفروض تستنى إذن حد. حاجة من أعلى مراحل الإذلال إنك تعمل كده ببني آدم، ما بالك بقى بطفل لسه صغير. أنت متخيل أنت بتصنع إيه في البني آدم ده؟ عمري ما كنت بفهم هو ليه مدرس يمنع حد من إنه يخرج من حصته عشان الحمام. اللي هيقولك بيكونوا بيستهبلوا عشان ما يتعلموش. طب ما ده سبب أدعى إنك تسيبهم. أنت مدرس فاشل، أنت معرفتش تحببه في التعليم، معرفتش تعلمه، معرفتش تعرفه قيمة التعليم، يبقى سيبهم. طالما أنت مش هتعرف سيبهم. وهنا كانت رائعة فيلم الناظر. في مشهد من مشاهد فيلم الناظر هو قالك اللي عايز يتعلم يتعلم، الباب ده مش هيتقفل. مفيش سلك على السور، مفيش شده، مفيش حد هيضرب، اللي عاوز يتعلم يتعلم، والباب ده مش هيتقفل. حط ده جنب واحد بيضرب طالب قدام الوزير. فمقارنة الناظر مع رمضان هو مقارنة ما بين ناس حبت تتعلم وناس مش عاوزة. عرفت ليه مبارك كان مشرفنا في الفيلم؟ نظام الضرب عشان التعليم وعدم التحور ده هيكون بتاع مين غيره يعني. وبس كده أكون أنا خلصت. لو عندك أي حاجة عاوز تكلمني فيها الكومنتس تحت قول براحتك، ولو حابب نتكلم عن فيلم تاني قول عليه في الكومنتس. ولا تنسى يا اخواننا من صالح الدعاء، ولو حابب تدعم القناة فاحنا فعلنا خاصية ثانكس. ولو عجبك الفيديو لايك وشير، ولو حابب تسمعني تاني في فيديوهات قديمة وفي جديد لسه هينزل فاعمل اشتراك. سلام. شرب العرا لعب الورا خيل السبع سيد الحمام